أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلاتنا السورية الشهية. وصفتي لكم لليوم هي مهلبية الرمان بالبسكوت. طعمتها عن جد أكتر من رائعة، وبهالبردات عن جد كمان كتير كتير طيبة. فهلأ خلينا نروح لطريقة التحضير مع أكلاتنا السورية الشهية. أنا هون بحتاج لست أكواب من الحليب، بحتاج لرمان، وبحتاج لعلبة بسكويت. هلأ هون بالحليب أنا هون رح أضيف مقدار 4 معالق من الطحين. رح أضيف عليهم كمان مربى توت، رح أضيف عليهم تقريبا 4 معالق. رح أضيف عليهم مقدار ظرفين من الفانيليا. هلأ هون بهالمرحلة إذا لقيتوا سكرهم خفيف فيكم تضيفوا عليهم سكر. يعني إذا أنا هون ضفت مربى ما رح أضيف عليهم سكر، بس إذا أنتوا بتحبوا الحلات أكتر فيكم تضيفوا عليهم 3 4 معالق من السكر. هلا رح أحركهم على البارد ورح أحطهم على النار لحتى يدوب تيجمد عندي الخليط مع التحريك المستمر. شايف هلأ أنا ليش هون حطيت مربى توت؟ عشان يتغير عندي المهلبية تغير لونها. شايفين كيف صار عندي لونها؟ هلأ أنا هون بعد ما رح يتقل عندي المزيج رح أضيف مقدار معلقة كبيرة من ماء الزهر، تعطيها نكهة كتير طيبة. هلأ هيك المزيج صار عندي جاهز. شايفين قوامه كيف بهيدا الشكل؟ هلأ حخليه تقريبا دقيقة هيك. شايفين الفقاعات عندي كيف بهيدا الشكل. خلينا نروح للمرحلة اللي بعدها. هلأ أنا هون عندي البسكويت طحنته والرمان قشرته هيك بهذا الشكل، حبته. شايفين ما شاء الله اللون تبعها. وهلأ هيك عندي صار جاهزين، جهزت أكواب والخليط صار عندي جاهز. هلأ رح أبلش جهز. رح أضيف أول شي خليط المهلبية. شايفين ما شاء الله قوامها كيف بهيدا الشكل. هلأ بدي أضيف الطبقة التانية وهي البسكوت المطحون. رح أضيف بهذا الشكل، رح أضبط الوجه. عن جد طعمة المهلبية أكتر من رائعة، طعمتها ونكهتها كتير كتير طيبة. يعني بهالبردات الواحد بيحتار شو بده يسوي. فهلأ هون كمان ضفت هلأ هون طبقة رمان. يعني قاعدين بهالبيوت وشايفين انتم الحظر هون كورونا، فالواحد بيتسلى وبيعمل هيك أكلات صحية لأولاده. يعني عن جد أكلة كتير طيبة وعن جد طار عقلهم فيها، وشكلها كتير غريب، كتير حبوه الولاد. هلأ رح أضيف كمان طبقة من المهلبية بهيدا الشكل. رح أضبط الوجه. هلأ الزينة اللي على الوجه هي اختيارية. هلأ رح أعمل لكم شكلين تزيين. هلأ هون رح أضيف نصف من البسكويت. شايفين بهذا الشكل. رح أضيف هلأ كمان رمان بالنصف التاني. هلأ التزيين على حسب انتو ما بتحبوا، يعني شو ما بتحبوا انتو فيكم تزينوا الوجه. شايفين شكلها عن جد أكتر من رائع. هلأ حسوي مع بعض وحدة تانية وأنا كفي الكمية كلها. هلأ هيك كمان أول مرحلة المهلبية، كمان طبقة بسكويت، كمان رمان. عن جد الرمان بالمهلبية طلع طعمته كتير طيبة. الرمان حلو صبايا ما حامض. هلأ أنا هون هلأ التزيين بالشكل التاني. هلأ رح هيك سوي على الوجه طبقة البسكويت كاملة، وكمان هلأ رح أضيف عليها الرمان بالنصف. يعني عملنا شكلين تزيين كتير شكل بسيط وسهل، والمنظر عن جد أكتر من رائع. هلّأ كمان فيكم المهلبية فيكم تحطوها بالكيس وتعصروا بقلب الكوب، أسهل لكم وأسرع لكم. شايفين قوامها كيف وشكلها؟ هلّأ هيك رح خلّيها لحتى تبرد. عن جد شكلها كتير حلو وناعم، وعن جد منظر الكاسة بيجنن. وهي كمان رح أفرجيكم إياها من الداخل قوامها كيف متماسكة. وإن شاء الله يا رب إذا عجبكم فيديو اليوم فبتمنى منكم إنكم تدعوا لي وتشاركوا هالفيديو مع الأحبة والأصحاب، وتحطوا لي لايك إذا كنت بيستاهل. وإن
شاء الله، إذا الله راد بشوفكم بوصفات جديدة وأكلات جديدة من قناتي أكلاتنا السورية الشهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.